السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هكون مع حضراتكم النهاردة في تعريف مبسط عن برنامج المايكروسوفت إكسل وهاو تو يوز وكيفية استخدام برنامج المايكروسوفت إكسل. طبعا أنا اسمي محمد خضر، هكون مع حضراتكم النهاردة إن شاء الله في هذا البرنامج التدريبي. طبعا برنامج المايكروسوفت إكسل كديفينيشن أو كتعريف طبعا هو عبارة عن برنامج من مجموعه برامج المايكروسوفت اوفيس التابعه لشركه مايكروسوفت اوفيس، ويندرج تحت سوفت وير سبريد شيت او الجداول الالكترونيه، وده برنامج متخصص في ادخال وعمل الجداول والعمليات الحسابيه وتحليل البيانات واجراء وانشاء القوائم الماليه والميزانيات العموميه. وان شاء الله نتعرف النهارده كبيسكس كمبادئ اساسيه عن هذا البرنامج. اول شيء هنشتغل عليه، طبعا اشير بس الشاشه ثانيه واحده، طريقه فتح برنامج المايكروسوفت اكسل. طبعا احنا هندرس هناك اصدارات عديده من المايكروسوفت اكسل. طبعا احنا اب تو ديت هندرس احدث اصدارات المايكروسوفت اكسل، وهو مايكروسوفت اكسل 365. طريقه فتح البرنامج، طبعا احنا شغالين على اوبريتنج سيستم او نظام التشغيل الويندوز 10. طريقه فتح برنامج المايكروسوفت اكسل، اول طريقه واسهل طريقه ان انا بعمل سيرش او بحث عن، بكتب جاست اكسل في عمليه البحث، بيظهر عندي في التوب منيو فوق اكسل، جاست ان انا ارن او اشغل هذا البرنامج بهذا الشكل. ديت الانترفيس او واجهه البرنامج، دي الطريقه الاولى لتشغيل برنامج المايكروسوفت اكسل. هناك طبعا اكثر من طريقه، مش طريقه واحده للتشغيل. الطريقه الثانيه طبعا ممكن اضغط رايت كليك على ستارت باتون، زرار ستارت، ثم رن او تشغيل، وجاست ان انا اكتب اكسل داخل هذا البوكس زي ما حضراتكم شايفين. يبقى طريقه التشغيل بسيطه جدا، ان انا اسهل الطرق ان انا اعمل سيرش او بحث واكتب اكسل، جاست اكسل، هيظهر عندي في التوب منيو فوق اكسل، او رايت كليك على زرار ستارت ثم رن او تشغيل واكتب اكسل. نشوف مع بعض زي ما حضراتكم الانترفيس او الواجهه عندي بتقول ايه بالظبط. مكونات الواجهه، اول شيء عندي فوق نيو او جديد، بلانك ورك بوك، معناه بالعربي مصنف جديد، يعني ملف جديد. يبقى هنا اسم الملف عندي بلانك ورك بوك مصنف جديد، عشان هناك مسميات لكل برنامج من برامج الاوفيس. عندنا الوورد بلانك دوكيمنت، الباوربوينت بلانك برزنتيشن، وهكذا. يبقى عندنا في الاكسل اسمه بلانك ورك بوك. طبعا جميع الملفات اللي بجوار هذا البلانك ورك بوك عباره عن تمبلتس او مجموعه قوالب او تصميمات جاهزه من قبل الاكسل، تصميمات جاهزه يعني. طبعا الريسنت في الاسفل هنا عباره عن الملفات التي تم استخدامها وفتحها مؤخرا. عندي في الجانب الايسر عندي هنا هوم، دي اللي احنا واقفين عليها، نيو، ايضا بلانك ورك بوك، وتوجد مجموعه تمبلتس او مجموعه قوالب جاهزه عندي. طبعا هنا مقسمه زي ما حضراتكم شايفين، اعمال تجاريه، شخصي، وهكذا. وايضا نستطيع من خلال برنامج الاكسل عمل تمبلت او قالب خاص بينا. يبقى انا خلي بالنا طبعا هناك ميزه داخل الاكسل، استطيع ان انا اعمل تمبلت او قالب ان انا اريوز استخدمه اكثر من مره، مثل هذه الايه القوالب الجاهزه اللي عندي. اوبن معناه فتح ملف سبق انشاؤه. هنا ايضا الملفات اللي تم استخدامها مؤخرا في الجانب الايمن.
وعندنا هنا في الاسفل براوس، وابدا ابحث عن الملف المراد فتحه. زي ما حضراتكم شايفين ادي هوم نيو اوبن. هنبدا ننشئ مع بعض نيو فايل او ملف جديد عندنا بلانك ورك بوك، او معناه مصنف جديد. جاست ان انا اضغط كليك شمال عليه ويتبان عندي الانترفيس او الواجهه الخاصه ببرنامج المايكروسوفت اكسل. وزي ما قلنا احنا هندرس اب تو ديت احدث اصدارات المايكروسوفت اكسل. طبعا عندنا مكونات هذه النافذه. عندنا اول شيء عندنا فوق تايتل بار او شريط العنوان اللي فوق. الشريط العنوان اللي فوق خالص مكتوب فيه بوك 1. ده الاسم الافتراضي للملفات في برنامج الاكسل. نلاحظ ان كل برنامج من برامج الاوفيس له اسم افتراضي للملفات، زي الوورد مثلا، الوورد دوكيمنت 1 او 2 او 3 او 4، برزنتيشن 1 2 مع الباوربوينت. في الاكسل بوك لحين حفظ هذا الملف وتغيير اسمه الى الاسم الجديد. يبقى احنا عندنا الشريط اللي فوق هنا اسمه تايتل بار او شريط العنوان. سيرش البحث عن الكوماندز اللي انا عايزها، وهنعرف هاو تو يوز كيفيه استخدامها بطريقه بسيطه وسريعه. عندنا ايضا في الجانب الايمن اكس طبعا اغلاق، ماكسمايز او ريستور داون، ومينيمايز تصغير عندي في التسكيبات. في الجانب الايسر الجزئيه دي مهمه جدا اللي هو اسمه كويك اكسس تول بار. كويك اكسس تول بار شريط الادوات السريعه. كويك اكسس اللي فيه اند وريد وسيف واوتو سيف عندي، ده اسمه كويك اكسس تول بار شريط الادوات السريع عندنا. عندنا ايضا مجموعه من التاب، مجموعه من التابات. كل تاب من هذه التابات باسفلها مجموعه من الكوماندز. لو ركزنا نركز كويس جدا في الكوماندز عندنا. هذه الكوماندز منقسمه الى جروبز او مجموعات. لو حضراتكم بصيتوا كده الكلاي بورد، الفونت، الالاينمنت، النمبر، ستايلز، وهكذا. دي عباره عن مجموعه من الاوامر، كل مجموعه منقسمه الى مجموعات. يبقى كل تابه من هذه التابات منقسمه الى مجموعات، كل مجموعه تحتوي على مجموعه من الادوات والاوامر المستخدمه عندي. ايضا الزياده عندنا بقى في برنامج المايكروسوفت اكسل، عندنا جزئين مهمين جدا 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 في الاكسل، ودول مستخدمين بشكل كبير جدا. النيم بوكس، الصندوق الصغير ده، جاست ان انا اشاور عليه بس بيظهر تلميح صغير اسمه النيم بوكس او مربع الاسم. شايفين هنا؟ خلي بالكم وركزوا فيه كويس جدا. ده اسمه النيم بوكس او مربع الاسم، وله اهميه كبيره عندنا هنرجع لها دلوقتي. عندنا ايضا هذا الشريط الطويل ده جاست ان انا اشاور عليه اسمه فورميولا بار او شريط الصيغه، وده فيه علامه اكس صح واف اكس الانسيرت فانكشنز عندنا، وله اهميه كبيره. يتكون برنامج الاكسل عندي من عدد من الاعمده، عدد كبير من الاعمده بيبدا بالعمود A وينتهي بالعمود XFD. بنبدا بالعمود A. طب هذا العدد كبير جدا قد ايه؟ تعالى كده في اوبشن معين اقدر احول هذه الاعمده عندي بدل ما هي حروف ابص بس اشوفها ارقام. فايل اوبشنز، عندنا فورميولا R1 C1 ريفرنس. بصوا حضراتكم كده، بص عدد الاعمده 16384 عمود.
طبعا الافضل ان انا ارجعها لوضعها الاصلي اللي كانت عليه. انا جاست ان انا بعرض على حضراتكم عدد الاعمده اللي انا اقدر اشتغل عليها داخل الاكسل، داخل ورقه العمل الواحده. انا هرجعها تاني، فايل اوبشنز، فورميولا، ثم ار1 سي1 عندنا. طيب حضراتكم لو ركزتوا كويس جدا، انا قدرت انتقل بشكل سريع من العمود A للعمود XFD. هاو ازاي قدرت اتنقل بسرعه جدا من اول عمود لاخر عمود بشكل سريع؟ بيتم ذلك من خلال تثبيت مفتاح كنترول من لوحه المفاتيح والسهم اليمين او الشمال، بيديني تنقل سريع. شايفين حضراتكم؟ رحت للعمود A، رجعت للعمود XFD بشكل سريع. وايضا لو حبيت انتقل من الصف رقم 1 الى اخر صف، بصوا كده حضراتكم، اخر صف عندي كام؟ عدد ضخم من الصفوف، 1,048,576 صف. كل ده يا جماعه عدد الاعمده والصفوف اللي انا اقدر اتعامل معاها داخل شيت 1. بصوا ركزوا تحت هنا مكتوب شيت 1، يعني كل ده جوه ورقه عمل واحده فقط. هل we can add a new sheet؟ نقدر نضيف ورق عمل اخر؟ ايوه، بص هنا جنب الشيت 1 في بلس، اقدر ازود اي عدد من اوراق العمل اللي انا عاوزها. طب ملحوظه مهمه جدا، شايفين هنا كل دي عدد اعمده وعدد صفوف، عدد ضخم من الاعمده وعدد ضخم من الصفوف. اذا هناك عدد ضخم من الصفحات يمكن انشاؤه داخل ورقه العمل الواحده، يعني يصل ل 36,028,485 صفحه. عدد ضخم وهائل من الاعمده، عدد ضخم وهائل من الصفوف، عدد هائل وضخم من الصفحات. بس طبعا ما نكترش قوي صفحاتنا عشان الاكسل ما يتقلش معانا اثناء العمل. يبقى احنا كده بنخرج من الموضوع ده. انا عندي عدد من الاعمده، عدد من الصفوف. يتكون برنامج الاكسل من عدد من الاعمده وعدد من الصفوف. وخلي بالنا بقى من معلومه مهمه جدا، ركز عليه: تقاطع العمود مع الصف بينتج عنه سل او خليه. ركزوا كويس جدا، بينتج عن تقاطع العمود مع الصف سل او خليه. هذه الخليه لها ريفرنس. كلمه ريفرنس معناها مرجع او عنوان. بص حضرتك كده، انا بس هكتبها في الوورد عشان اكبر حجمها شويه وتشوفوها معايا. الخليه ديت العمود بي والصف رقم 2. اذا الريفرنس بتاعها اسمه بي 2. ركز معايا كده، بي. يبقى لما يجي يسالني السؤال يقول لي يعني ايه بي 2؟ بي 2 تعني تقاطع العمود بي مع الصف رقم 2. شوف هنا، بص كده في النيم بوكس، شوف وظيفه النيم بوكس اللي موجوده فوق. يبقى اذا اول وظيفه من وظائف النيم بوكس عندنا هو اظهار عنوان الخليه. ظهر معايا الريفرنس او عنوان. لو رحت على خليه ثانيه جاست كليك شمال عليها ظهر اي 6، معناه تقاطع العمود اي مع الصف رقم 6. يبقى اذا اول وظيفه لهذا النيم بوكس هو اظهار عنوان الخليه. هل له وظيفه اخرى؟ ايوه. go to the specific cell، الذهاب الى خليه محدده. بص كده، انا هقف جوه النيم بوكس، كليك شمال واكتب عنوان الخليه اللي انا عايز اروحها. انا عايز اروح للخليه جي 300. يبقى جاست ان اكتب عنوان الخليه، انتر.
جو تو وداني مباشره لعنوان الخليه جي 300. طيب عايز ارجع للخليه A1 جاست في النيم بوكس A1. يبقى كده تاني وظيفه للنيم بوكس هو جو تو، الذهاب الى خليه محدده. الوظيفه الثالثه للنيم بوكس وهي تحديد مجموعه من الخلايا. We can select a range of cells، يعني نقدر نحدد مجموعه من الخلايا من خلال النيم بوكس. هاو؟ ازاي؟ جاست نقف جوه النيم بوكس، بكتب بدايه الخليه بس سي A1 الى دي عباره عن شيفت مع حرف الكاف نقطتين في بعض جي 500. بصوا حضرتك كده وانتر. عمل سيلكت لمجموعه الخلايا او الرينج المدى اللي انا قلت له عليه. شايفين حضراتكم؟ يبقى النيم بوكس ليه ثلاث وظائف. شو ده سيل ريفرنس، بيظهر عنوان او مرجع او عنوان الخليه. اثنين، we can go to the specific cell، ممكن نذهب الى خليه محدده. 3 نمبر 3 هو select a range of cells، تحديد مجموعه من الخلايا. يبقى انا كده قدرت استفيد من النيم بوكس او مربع الاسم. شايفين حضراتكم اهوت؟ دي اعمده، دي صفوف، تقاطع العمود مع الصف بينتج عنه سيل او خليه. How can we select؟ ازاي نقدر نحدد a range of cells with another way، بطريقه ثانيه؟ احنا قلنا النيم بوكس ماشي، نقدر نحدد بالماوس، اضغط واسحب. هتقولي طب حضرتك بتعمل سيلكت لمجموعه الخلايا دي ليه؟ for formatting these cells، عشان اقدر انسق هذه الخلايا. يبقى انا لابد قبل ما انسق اي خليه او مجموعه خلايا we must select these cells، لازم نحدد هذه الخلايا اهوت بالماوس. اسهل الطرق، اسهل الطرق. وايضا another way، طريقه اخرى، شيفت تثبيت، مفتاح شيفت من لوحه المفاتيح، شيفت والاسهم، شيفت والاسهم. ايضا another way، the third way، الطريقه الثالثه، just ان انا اسلكت the first cell، احدد الخليه الاولى، ثم تثبيت مفتاح شيفت with the last cell، كليك شمال عليها. يبقى شوف احنا خدنا اكثر من طريقه لتحديد مجموعه الخلايا. the first one من خلال النيم بوكس، جاست ان انا اكتب المدى نقطتين وانتر. the second way بالماوس. the third way shift والاسهم. fourth just click on the first cell and shift the last one. بالماوس click on the last cell. ليه انا بحدد مجموعه الخلايا؟ فور فورماتنج، عشان انسق مجموعه الخلايا. طيب انا عايز دلوقتي جاست داتا انتري، ابدا ادخل بيانات داخل الخلايا اهو. يلا بينا نيم، جاست ان انا اكتب، انتقل للخلايا التاليه، كليك شمال او بالاسهم او انتر زي ما انا عايز. خلي بالنا من ملحوظه مهمه جدا، الخليه الواحده تسع كتابه عدد حروفها قد ايه؟ 32767 حرف. ايه ده؟ الخليه تسع
كل هذا الكم من الحروف. طبعا دي ملحوظات في غايه الاهميه وحضرتك شغال. النيم، سالري، فورج، الحوافز، تاكس، الضريبه، نت، الصرف. ده سيمبل كده، تيبل، جدول بسيط هنشتغل عليه: الاسم، المرتب، الحوافز، الضرائب، الصافي. طبعا لو حضرتك بتشتغل باللغه العربيه كان نقدر نشتغل طبعا، بس اهم نقطه تخلي بال حضرتك منها: اولا بدايه الكتابه بدات من الجنب الشمال، الصفوف بادئه عندي من الجانب الايسر. طبعا معنى كده ان انا ابدا كتابه باللغه الانجليزيه، خلي بالنا من النقطه ديت. تمام. طب هاو كان وي تشينج دايركشن، ازاي نقدر نغير اتجاه ورقه العمل؟ خلي بالك دي نقطه في غايه الاهميه. يعني ايه؟ يعني حضرتك بتكتب بالعربي ما ينفعش تبدا من الشمال، لازم حضرتك تبدا من اليمين. ازاي؟ عندنا بيج لاي اوت، وعندي الاختيار شيت رايت تو ليفت. وي ماست تشينج دايركشن، لازم اغير اتجاه ورقه العمل عندي للجانب الايمن. يبقى لو هبدا من كتابه باللغه الانجليزيه ابدا من اليسار زي ما انا، لو هبدا كتابه باللغه العربيه لابد ان انا ابدا تشينج دايركشن، اتجاهي من الجانب الايمن زي ما حضراتكم شايفين. طبعا كتبت المحتويات ديت. لو بصينا كويس جدا وقفت على الخليه، هنا الفورميولا بار بتظهر بها محتويات الخليه. يبقى خلي بالنا برضو من النقطه دي. يبقى دي وظيفه الفورميولا بار، بيظهر فيه محتويات الخليه. هكتب اي اسماء، هكتب اي مرتبات. طبعا العلامه العشريه اللي هي دوت، نقطه. شايفين انا كتبت 3 ارقام بعد العلامه العشريه، كتبت رقمين بعد العلامه العشريه، كتبت 4 ارقام بعد العلامه العشريه. ركز بقى معايا في الارقام دي بالذات. احنا طبعا واقفين على التبويب الاول هوم، التبويب الاول هوم، شغلنا النهارده على التبويب الاول هوم. نبدا مع بعض بالتبويب هوم. اول جروب اسمه الكلاي بورد او الحافظه، شايفين؟ تاني جزئيه او تاني جروب اسمه فونت. خلينا كده مع فونت الاول كتنسيق للنص والجدول اللي انا عملته. طبعا عشان انسق هذا الجدول لابد من تحديده اهو، وابدا انسق نوع الخط المستخدم، حجمه، ممكن هنا ايضا increase font ازود الحجم او اقلله، bold، italic، يو اندرلاين خط اسفل الجمله. هنا البوردرز، خلي بال حضرتك هنا لازم تعمل بوردرز للحدود، all borders، عملت حدود للجدول. طبعا هنا لو حبيت اعمل هايلايت ممكن اعمل هايلايت جاست للصف الاولاني واديله لون. لو انا حبيت كمان اديله اللون اللي انا عايزه. طبعا بظلل اهوت. هنا طبعا خلي بالنا بقى من ايه؟ من الاينمنت، المحاذاه. خلي بالنا من الجزئيه ديت. ادينا لونا ونسقنا. طب دي محاذاه، محاذاه افقيه، دي محاذاه راسيه. شايفين كده انا محدد مين؟ الخلايا كلها. طيب هنا الاي بي اسمها اورينتيشن او تغيير اتجاه النص. بص كده حضراتكم، ايه ده اتطبق على الكل لان انا مظلل كل الخلايا، مظلل الجدول كله، فاذا هذا الامر اتطبق عليه. عندي في الكويك اكسس تول بار الاندو، التراجع، السهم اهو، التراجع
او كنترول مع حرف الزد. طب انا عايز اطبق بس تغيير اتجاه على مين؟ على النيم او النت وقفت عليها اغير اتجاه لو انا عايز. شايفين؟ يبقى الاي بي تشينج اورينتيشن، تغيير اتجاه النص. طبعا تحت هنا decrease indent وانكريز ايه ديت بقى؟ دي اسمها المسافه البادئه. بصوا حضرتك كده، انا اقف على الخليه اللي فيها النيم، ازود المسافه البادئه. بص كده، بص النيم بيتحرك ازاي. ديكريز بقللها، دي المسافه البادئه اللي على الشمال عندي. يبقى اسمها انكريز اندنت، زياده المسافه البادئه او تقليل المسافه البادئه. عندنا ايضا هنا left to right text direction، اتجاه النص. هظلل، بص كده حضرتك بقى، رايت تو ليفت. ايه ده غير لي الكتابه للعربي، شايف؟ ايوه. يبقى لو حضرتك عايز الارقام تظهر بالعربي او الانجليزي، بص هنا، من رايت تو ليفت او ليفت تو ايه؟ رايت. شايف؟ هذا الاختيار مهم جدا، اسمه راب تكست، التفاف النص. طيب انا هزود الكورج هنا، كورج بنسبه 200%. بص حضراتكم ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ جزء من الكتابه اختفى، مع ان احنا بنقوله، قلنا ملحوظه قبل كده، الا وهي ان الخليه الواحده تسع كم حرف؟ 32767 ألف حرف. طب إيه اللي حصل؟ لا، جاست العمود حجمه صغير على الكتابة. فإذا عندي أكتر من طريقة إن أنا أظبط بيها الكتابة. إيه هي؟ شايفين الخط الفاصل ما بين كل عمود وآخر؟ جاست أسحب، أضغط وأسحب، أو أضغط عليه دبل كليك، هعمل أوتو فيت، ضبط تلقائي على قد اكبر كتابه داخل هذا العمود. طب ممكن اصغر، لا انا عايزها زي ما هي عرض العمود، بس عايزها تيجي على سطرين. اضغط على راب تكست. بص كده، بص حضرتك كده، دي اسمها راب تكست، التفاف النص. طيب الاداه اللي تحتها على طول اسمها ميرج اند سنتر، دي مهمه جدا في حاله عمل دمج لمجموعه من الخلايا. طيب انا عايز ادي عنوان لهذا الجدول. طب انا كتبت في اول خليه، ازاي ازود صف فوق الصف ده؟ الطريقه البسيطه والسريعه، اضغط رايت كليك اهوت، عندي انسيرت ادراج. بص كده، ممكن اوسع السطر شويه، رايت كليك وايه؟ انسيرت. دي اسهل الطرق. ايه اللي حصل يا جماعه؟ ترحيل البيانات من الصف الاول للصف الثاني. خلي بال حضراتكم، احنا عدد الصفوف عندي ثابت، عدد الاعمده ثابت، يعني معنى ان انا اضيف صف او اضيف عمود لن يتغير عدد الاعمده او عدد الصفوف ابدا. لن يتغير عدد الأعمدة أو عدد الصفوف أبدا، ولكن سيتم ترحيل البيانات من عمود إلى آخر أو من صف إلى آخر. يبقى الملحوظ دي نحطها علامة استفهام كده، مهم جدا كبيان ان لا يحدث نهائيا زياده في عدد الاعمده او عدد الصفوف نهائيا. ليه؟ لانه يتم ترحيل البيانات فقط وليس اضافه اعمده. وكذلك الحذف، في حاله حذف الاعمده او الصفوف لا يتم حذف اعمده او صفوف، ولكن يتم ترحيل البيانات من الاعمده ومن الصفوف. دي معلومه لازم نخلي بالنا منها. طيب انا عايز اضيف عنوان فوق هنا، بيان مثلا سالري بيرول مثلا، سالري بيرول مثلا كعنوان. انا عايز ادمج مجموعه الخلايا دول، بظللهم واضغط على الميرج
عن سنتر واكتب اهو باي رول وانسقه. يبقى انا اضفت صف، نسقت الخلايا بتاعتي. طيب يبقى انا كده نسقت وعملت الخلايا بتاعتي وظبطت الدنيا كلها بتاعتي. طيب كيفيه تنسيق الارقام، لو احنا لسه من شويه شايفين هنا الارقام عامله ازاي. الارقام في بعد الرقم الصحيح عندي ارقام عشريه 3 و2 و1 والكلام ده كله. بظلل مجموعه الخلايا. يبقى انا هعمل ايه دلوقتي؟ تنسيق الارقام اهي، الجروب اللي اسمها نمبرز، الارقام. ودي مهمه للغايه، لان لابد ان تكون ارقام المكتوبه داخل منسقه كارقام عشريه، اما تكون 2 او 3 او 1 او ما فيش ارقام عشريه حسب طبيعه العمل بتاعتك. احنا مثلا بنعملها رقمين عشريين. طب ازاي بالوضع اللي انا شايفه ده؟ الشيت هيطلع مش كويس، لان في رقمين عشريين، ثلاثه، في اربعه. لا انا عايز اوحد من نمبرز عندي هنا. اول اختيار جنرال. there is no specific format. يعني ايه؟ يعني ليس للخلايا اي تنسيق، زي حضرتك ما بتكتب زي ما التنسيق بيظهر عندي. عشان كده لما كتبت رقمين عشريين، كتبت ثلاثه، كتبت اربعه، ظهروا بالشكل والتنسيق اللي انا عامله. بص تحتها على طول نمبر، في كم رقم بعد العلامه؟ اتنين. بص كده لما اختار خلاهم لي كلهم رقمين بعد العلامه العشريه. بنفتح طبعا تاني اهو كرنسي في حاله اظهار العمله. طبعا ملحوظه مهمه، ايه هي؟ حضرتك لو حبيت تضيف رمز العمله لا تكتب يدويا. خلي بالنا من النقطه دي، يعني ممكن حد يجي يقول ايه 4000 وعلامه 69 ويكتب جيم ميم بايديه، غلط. او دولار بايديه، غلط. اشمعنى؟ لان حضرتك بتكتب نص مع رقم وهذا لا يصلح. طب عشان اضيف رمز العمله لازم اختار من هنا الكرنسي او العمله. وايضا هناك تنسيقات اخرى للتاريخ والوقت والبرسنتيج وهكذا. طبعا هنا نفس الموضوع، رمز العمله لو حبيت اضيفها كعلامه نسبه مئويه، هنا طبعا كوما ستايل فاصل الالوف. لو الرقم كبير وعايز اعمل فواصل للالوف، هنا انكريز ديسيمال، زياده الارقام بعد العلامه العشريه. كويس. شايفين المشكله اللي ظهرت لنا؟ هاشات، علامه شبابيك قصادنا. ده معناه ايه؟ معناه ان الكتابه الموجوده داخل الخليه اكبر من عرض العمود. حلها اما اوسع العمود او اعمل دبل كليك عشان اعمل اوتو فيت سيلكشن. دي اسمها انكريز ديسيمال، زياده الارقام بعد العلامه العشريه، جنبها ديكريز ديسيمال، تقليل الارقام بعد العلامه العشريه. يبقى انا كده قدرت اتحكم في تنسيق الارقام زي ما انا عاوز. تمام. يبقى كده نسقنا الارقام زي ما احنا عاوزين. تمام. يبقى اخدنا الفونت، اخدنا الالاينمنت، اخدنا النمبر، الارقام. عاوزين نبدا مع بعض كتابه معادله صغيره داخل برنامج الاكسل. اي معادله عندي انا عايز دلوقتي احسب الحوافز لهذا الشخص. الحوافز بيقول لي 200%. نشوف مع بعض ابسط طرق كتابه المعادلات داخل برنامج الاكسل. طبعا من المميزات الاساسيه في برنامج الاكسل هي العمليات الحسابيه. بيقوم باجراء العمليات الحسابيه بشكل سريع ودقيق جدا. دي شغلته، دي الشغله الاساسيه لبرنامج الاكسل وتحليل البيانات. طيب الطبيعي ان انا اضرب هذا الرقم
4000 وشويه في 200%، لان عاطين المعطيات ايه؟ 200%. بص بقى، بنقف داخل خليه الحوافز. اول شيء بضيف الساين، علامه الايكوال. اي معادله في برنامج الاكسل لابد ان تبدا بعلامه ايكوال او يساوي. الطبيعي ان انا اضرب هذا الرقم في 200%. طبعا في الاكسل افضل شيء ان انا لا اتعامل مع الارقام، اتعامل مع الريفرنس، عنوان الخليه. عنوان الخليه اللي بيوجد فيها هذا الرقم اسمها بي 3. عندي حلين، يا اما اكتبها يدويا بايدي، او جاست بعد الايكوال اضغط كليك شمال على هذه الخليه. شايفين كتب لي بي 3. يبقى ملحوظه مهمه جدا ما بين قوسين، التعامل في الاكسل مع الريفرنس او عنوان الخليه وليست مع القيم. ليه؟ لان انا لو حبيت اعدل في القيم هيتم التعديل المعادلات بشكل تلقائي زي ما هنشوف دلوقتي. في لعلامه نجمه، ال 200% دي ثابته، 200 وشفت مع رقم 5 وانتر. تم حساب المعادله بشكل تلقائي. طب نراجعها تاني. الشخص الثاني هقول له ايكوال بي 4 في 200%. ثالث بي 5 في 200. طبعا هتقول لي حضرتك مش معقول ان انا هقعد احسب لكل واحد واكتب له معادلته. طبعا الاكسل بيوفر لي ميزه مهمه جدا جدا في الاكسل. قال لي ايه حضرتك؟ جاست تحسب اول معادله، تاني نحسبها مع بعض. ايكوال بي 3 في 200%. قال لي حضرتك حسبت اول معادله. شايفين هنا في الجنب اليمين، شايفين في مربع صغير كده هنا، لو شاورت عليه بالماوس يتحول لزائد سوداء، ده اسمه هاندل او مقبض الخليه. بصوا حضراتكم اللي هنعمل، هضغط واسحب. بصوا حضراتكم حسب بشكل تلقائي بقيه الخلايا. طب عايزين نفسر ايه اللي حصل. بص حضرتك، انا وقفت على اول معادله. بص في شريط الصيغه فوق كاتب لي المعادله بي 3 في 200%. بص اللي بعدها بي 4. دي اسمها ريليتيف سيل، الخليه النسبيه. ريليتيف يعني ايه؟ حضرتك بدات ببي 3، فلما جيت سحبت من مقبض الخليه الاكسل فهم على طول اللي بعدها تبقى بي 4. لكن ال 200% دي ثابته لان رقم ثابت مكتوب بالايد. يبقى شايف حضرتك بي 3 بعدها بقت بي 4. ده اسمها ريليتيف سيل او الخليه النسبيه. طب التاكس، تعال نحسب مع بعض كده التاكس. انا هقول التاكس عباره 25%. تعالى هنقول ايكوال السالري بي 3 في 25%. نفس الموضوع واسحب من مقبض. طب الصافي ايكوال سالري زائد حوافز ناقص ضرائب وانتر، ونسحب من مقبض الخليه. سنجد انه تم حساب الصافي، المبلغ الصافي بعد الضرائب مباشره. الجزء الاخير هنخلص فيه هاو تو سيف ا فايل، ازاي نقدر نحفظ هذا الملف بطريقه بسيطه. عندنا في قائمه فايل سيف وسيف از. سيف وسيف از هذين الامرين متساويين في عملهم عند حفظ الملف لاول مره. طالما هذا الملف جديد واول مره يتم انشاؤه لا يوجد فرق بين الامر سيف والامر سيف از. اما في حاله اجراء حفظ التعديلات على ملف سبق انشاؤه يتم حفظ هذه التعديلات من خلال الامر سيف فقط. يبقى التعديلات سيف. اما في حاله عمل نسخه اخرى من الملف
يتم عملها من خلال الامر سيف از، وهنجرب مع بعض اهو. هنختار هنا سيف او سيف از لان هذا الملف جديد وبراوز، ونحدد في الجانب الايسر مكان الحفظ الديسكتوب فيرست شيت مثلا سيف. طبعا اخلي بالي من معلومه مهمه جدا، ان اي ملف في الحاسب الالي بيتكون من جزئين: الفايل نيم دوت اكستنشن. اي ملف لابد ان يتكون من جزئين: اسم الملف وانا اللي بعطي هذا الاسم، دوت نقطه الاكستنشن الامتداد. هنا انا كتبت اسم الملف فيرست ليكتشر، سيتم وضع امتداد هذا الملف بشكل تلقائي من قبل برنامج الاكسل. خلي بالك اكس ال اس اكس السيف اس تايب، شايف انا عندي امكانيه ان انا احفظ في انواع كثيره اخرى، اصدارات سابقه او بي دي اف او اي نوع من الانواع الموجوده، ولكن النوع الافتراضي بتاعي هو اكس ال اس اكس اكسل ورك بوك فيرست ليكتشر سيف. نقفل هذا الملف، موجود اهو على الديسكتوب، نفتحه. شايفين هنا، شايف هنا دوت اكس ال اس اكس بشكل تلقائي. طب انا هضيف تعديلات على هذا الملف. دي جروبز، خلي بالكم. طب انا عايز دي ملحوظه بس مهمه، عايز انسخ التنسيق ده واضعه هنا. بص كده ببساطه، وافتح الخليه اهو، شايف الفرشه فوق، دبل كليك واضغط عليها. عايز اخد تنسيق دول، ضغطت عليهم دبل كليك، شوف خدوا نفس التنسيق. ولازم تضغط على الفرشه مره ثانيه عشان تلغي هذا التنسيق. طيب دي اضافه، وهنا ممكن ادمج تاني. دي اضافه ضفت على ملف انا انشاته، عاوز احفظ التعديل، فايل وسيف، يبقى كده احفظت هذا التعديل. انا حفظت هذا. طب عايز اعمل نسخه اخرى، عايز اعمل نسخه فايل سيف از براوس وعلى الديسك توب، بس ما ينفعش بنفس الاسم، لازم اغير الاسم سيف. شايفين هنا عندنا اصبح نسختين موجودين عندنا. طبعا المعادلات في المستوى الاول في جزء كويس في المعادلات، المستوى الثاني المعادلات اكتر بكتير جدا في المستوى الثاني، وكذلك المستوى اللي بعد كده حسب تخصص كل واحد. تمام، بالاضافه لتحليل البيانات والرسومات البيانيه وعناصر كتيره وفيتشرز جديده في الاكسل هتنضاف معانا في المستوى الاول والثاني ان شاء الله، الخاصه بالاكسل 365، بالاضافه لاستخدام ادوات الذكاء الاصطناعي في الاكسل ان شاء الله. شكرا لحضراتكم جميعا، وان شاء الله نلتقي في كورس الاكسل بمستوياته. طبعا في اكثر من مستوى. اشوف حضراتكم على خير باذن الله.